السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الأول في الجولة التاسعة للدوري المصري الممتاز، 4 مباريات: غزل المحلة وحرس الحدود الساعة 4. شوط أول كان ضعيف وأنا شايف إن ال3 نقاط بتوع حرس الحدود النهاردة اللي وصلوه للنقطة رقم 9، الفضل فيهم بعد ربنا لحارس المرمى سيحة، اللي شال كوره الشوط الاولاني من حمدي زكي ما تطلعش، ويقدر الحرس يحرز هدف الشوط الثاني عن طريق النيران الصديقه للجزار، جزار المحله، ويخطف 3 نقاط مهمه كابتن محمد يوسف يعدوه متهيألي مركزين 3. ثم المباراه الثانيه البنك الاهلي والجونه، كان الجونه تقدم بهدف من ضربه جزاء احرزها كهربا، ثم تعادل من ضربة جزاء أسامة فيصل في الدقيقة 35. الشوط الثاني طبعا قدر النجم المتألق يوقع النور ان هو يحرز الهدف الثاني من تصويبة بعد عرضية او بعد مراوغة هايلة من محمد ابراهيم المكار، عملها له لتحت حط وش رجله. 3 نقاط مهمة جدا يعدلوا شكل البنك اللي ماشي بخطى ثابتة مع الكابتن طارق مصطفى. ثم الدراويش غيره مفيش، الدراويش وسموحة. الدراويش يخطف 3 نقاط مهمة بهدف النبريسي في الدقيقة 68. الشوط الأولاني كان شوط سريع، بس ما قدرش لا سموحة يحرز ولا الإسماعيلي يحرز. حتى الدقيقة 68 النبريسي اللاعب الفلسطيني لعيب كويس يا جماعة، أحرز هدف هايل هايل ويخطف 3 نقاط مهمة يغيروا شكل النادي الاسماعيلي في الجدول ويدوله دفعة كويسة للمباريات اللي جاية. ثم المباراة التانية الرابعة طلائع الجيش وإنبي، برضو الشوط الأول طلعوا حبايب. الشوط التاني فتح الله السردباك يقدر يحرز هدف من ضربة رأس كورنر، احرز منها هدف بدماغه في الدقيقة 60، وقدر الجيش يحافظ على تقدمه بهدف ويخطف ال3 نقاط من نادي انبي اللي انا شايف كيرفو في النازل. وكده انتهوا ال4 مباريات. بس انا ملاحظ في الدوري السنة دي قلة التهديف، يعني تلاقي المباراة بتخلص 1-0، مباريات كتير تعادل سلبي 2-1 بالكتير، قليل لما بتلاقي مباراة فيها 5-6 جوان، قليل. وبكرة ان شاء الله الاربع نادي الاهلي وفاركو، برضو ان شاء الله في بكرة مباراتين او 3 مباريات، وفي بعد بكرة مباراتين. يوم الخميس تخلص الجولة دي، وانا شايف من الجولة ال10 او ال11 هيبان ال9 اللي فوق وال9 اللي تحت هيبانوا بدري، انا شايف كده. فبإذن الله بكرة نتابع المباريات ونتكلم عليها مع حضراتكم.